أخبار عن إلقاء القبض عن أخطر مطلوب في كندا، ربيح الخليل أو روبي الخليل. في أخبار من الشرطة الكندية بتقول تم إلقاء القبض عليه في الدوحة في قطر، لكن المعلومات غير مؤكدة. مين هو هذا روبي الخليل أو ربيح الخليل؟ اللي يعتبر هو زعيم عصابة من أخطر العصابات في كندا، وأيضا من أخطر المطلوبين والمجرمين. عليه 250 ألف دولار مكافأة للبدلة معلومات عنه. هذا الشخص هرب من السجن بطريقة يعني زي طريقة بريزون بريك. هرب عام 2022 من سجن في بريتش كولومبيا بعد انه دخل مقاولين او عمال على السجن وهربوه، لبسوه لباس المقاولين او العمال، وهرب من السجن من كندا واختفى من كل كندا، وهو محكوم بالسجن مدى الحياة بدون اي مجال للعفو، بسبب طبعا قضايا اللي كان يمارسها من القتل المأجور والمخدرات، تهريب المخدرات، وايضا قتله لعدة اشخاص، منهم واحد اسمه سنديب دوري. هذا هو زعيم عصابة هندي كان من أشهر العصابات في كندا، قتلوا في عام 2018. العائلة هذه عائلة الخليل طبعا بدت عمليتها الإجرامية، اللي هم الأولاد الخمسة في سن صغير، كلهم بدوا يعني في سن المراهقة. حتى هذا روبي الآن عمره 38 سنة. كل الإجرام اللي عمله فقط في مرحلة الشباب. أول أخ من الإخوان قتل عام 2001، وبدت من أيامها هذه المشاكل. كان عمره 19 سنة، وكان بيحاول إنه يسطو صدره مسلح على شخص آخر، يعني يسلبه. الشخص الثاني استطاع إنه يأخذ منه المسدس، وطبعا قتله، والمحكمة برأته. طبعا هذه العائلة الإخوان عملوا مشاكل كبيرة جدا في كندا. أول مرة تصير في المحاكم أنهم يعتدوا على المحاكم داخل المحكمة وعلى القضاة، يعتدوا على المحامين. المحامي الخاص بذلك الشخص طبعا اعتدوا عليه أكثر من مرة، يعني دمروا حياته. في الأخير يعني استطاعوا أنهم يقتلوا هذا الشخص اللي خرج براءة، اللي قتل أخوهم، قتلوه في حادثة يعني. وبعديها طبعا في عدة حوادث متفرقة قتل ثلاثة من إخوان اللي هم عائلة الخليل. وطبعا تعتبر يعني هي من أكبر المنظمات والعصابات الإجرامية في كل كندا، يعني لهم علاقات في الكارتيل في كندا. حتى أنه واحد من الإخوان قتل في المكسيك بسبب طبعا عملية مخدرات وعملية مالية في المكسيك. فتخيلوا أنه هم يعني عبارة عن عائلة لاجئة دخلت كندا عام 1990. هم لاجئين فلسطينيين كانوا بيعيشوا في السعودية، وهم كل الأطفال المولودين في السعودية. فمن عائلة لاجئة إلى كندا لأخطر عصابة وأخطر مجرم ومطلوب في كل كندا.